النهاردة هحكي لكم قصة من أجمل وأغرب القصص اللي حصلت في التاريخ. قصة قصر اتحول لرمز للحب الخالد. قصر التاج محل. تاج محل موجود في مدينة أجرا في الهند، وبيعتبر واحد من عجائب الدنيا السبعة الجديدة. أي حد بيشوفه لأول مرة بيتخيل إنه كأنه شايف لوحة رسمها فنان عظيم، مش مجرد مبنى. القصة بدأت من حوالي 400 سنة في القرن ال17، لما كان في إمبراطور مغولي اسمه شاه جهان، وده كان من أقوى ملوك الهند في الفترة دي. لكن قصته مش مع الحروب ولا الغزو، قصته مع الحب. فخلينا ندخل القصر نحكي القصة. دخلت أخيرا والسكيورتي هنا عالي جدا، عمالين يفتشوا على اي حاجه وكل حاجه. ممنوع كل حاجه، انت يا دوبك هو الموبايل معاك، ولو معاك بس شنطه صغيره فيها ميه وبس كده. يعني هم حتى لو معايا بسكوت قالوا لي ممنوع. فالمكان فيه سكيورتي قوي جدا. هنا بقى فيه كذا بوابه تقدر تخش او تخرج منها. هنا في بوابه هنا الشرقيه، ودي البوابه الجنوبيه، ودي البوابه الغربيه، وهنا مدخل التاج. فيلا بينا. وها هو التاج محل يا جماعة. وها هو التاج محل، عجيبة من عجائب الدنيا السبعة. فقصة تاج محل تعالوا نحكيها ونقول ايه قصة القصر الجميل ده اللي معمول كله من الرخام الأبيض. شاه جهان كان متجوز من واحدة ست اسمها ممتاز محل، وكانت مش مجرد زوجة عادية، دي كانت رفيقة حياته ومستشارته وصديقته. كان بيحبها حب فوق الوصف، لكن للأسف الحياة ساعات بتاخد اللي بنحبهم بسرعة. ممتاز محل ماتت وهي بتولد ابنهم ال14 سنة 1631. موتها كسر قلب شاه جهان لدرجة إنه فقد طعم الحياة كلها، ومن هنا بدأ يفكر إزاي يخلد ذكراها ويعمل لها قبر يفضل شاهد على حبهم للأبد. والفعل أمر شاه جهان ببناء ضريح عظيم، وبنى تاج محل استمر بناؤه أكتر من 20 سنة، واشتغل فيه حوالي 20,000 عامل وحرفي من كل أنحاء العالم. استخدموا الرخام الأبيض اللي جابوه مخصوص من مدينة راجستان، وجابوا أحجار كريمة وزخارف من بلاد مختلفة زي تركيا وإيران، والنتيجة كانت تحفة معمارية تخطف العين والقلب. التاج محل مش بس قبة رخامية ضخمة، لكنه تصميم هندسي عبقري. كل حاجة فيه معمولة بدقة رهيبة، الزخارف الإسلامية والكتابات القرآنية، الورود المنحوتة، وحتى انعكاس المبنى على نهر يمونة اللي جنبه يخليك تحس إنك واقف قدام جنة على الأرض. والأجمل إن التاج بيغير لونه حسب وقت اليوم. الصبح بيبقى لونه وردي، وبالنهار أبيض ناصع، وبالليل تحت ضوء القمر بيلمع كأنه فضة، وكأن المبنى نفسه بيتنفس وبيعيش مع الزمن. لكن القصة مش كلها رومانسية. بعد ما خلص بناء تاج محل، شاه جهان اتسجن على إيد ابنه أورانجزيب اللي انقلب عليه. قضى آخر أيام حياته محبوس في قلعة أجرا، وكان الشيء الوحيد اللي مسليه إنه يشوف التاج محل من شباك زنزانته، يشوف القصر اللي بناه لمراته وحب حياته، لحد ما مات واندفن جنبها جوه التاج محل. النهاردة التاج محل بيستقبل ملايين السياح من كل أنحاء العالم، وكل اللي بيزوروه بيقف مبهور قدام عظمة المكان. هو مش مجرد قبر، هو قصة حب مكتوبة في الرخام، ودرس إن في حب ممكن يعيش للأبد. إن شاء الله هنروح على قلعة أجرا وأوريكم شاه جهان كان مسجون فين. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم، وتكتبوا في الكومنتات إيه أكتر مكان في العالم نفسك تزوره وتشوفه بعينيك. وهنا يا جماعة المسجد، والمسجد ده بيكون مفتوح للصلاة يوم الجمعة، وبالتالي ممنوع دخول الزوار يوم الجمعة علشان الصلاة. هو المكان شغال كل يوم، ولكن يوم الجمعة مش شغال، وبيكون في صلاة الجمعة هنا موجودة. ممنوع الدخول من غير شوز كفر، حاجة تغطي بيها الشوز، لازم تروح تشتريها من هنا. اروح اشتريها وارجع اخش. اشتريت بقى الشوز كفر اهو ب10 روبية، وداخل ان شاء الله من البوابة دي. يلا بينا يا جماعة. تفاصيل القصر بجد حاجة خرافية.
يعني هو انا مش عارف الكلام ده ظاهر لكم في الفيديو ولا لا، ولكن بجد تفاصيل القصر جميل جدا. القصر يا جماعة من كل الجهات هو نفس الشكل، الجهة الشرقية والجهة الغربية والجنوبية كلهم بنفس الشكل. هنا بقى الفيو بتاع الاوتيل من الروف فوق، ده الاوتيل اللي نازل فيه، بينه وبين تاج محل تقريبا 4 دقايق مشي بس، فهو قريب جدا. بس يا جماعة القرود هنا عايشين زي القطط والكلاب كده اللي موجودين في الشارع عادي جدا، دول نفس الكلام عايشين برضو هنا كده زي القطط والكلاب، حاجة عادية جدا. تلاقيهم فوق الاسطح، تلاقيهم في الشارع موجودين عادي جدا، مفيش اي مشكلة. ولكن لازم تبقى مخلي بالك على حاجتك، لان هو فجأة ممكن يخطف حاجة ويجري على طول، متعرفش تلاقيه تاني خلاص.